السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البطاطس المقرمشة في الاير فراير من احلى الحاجات اللي ممكن نعملها في الاير فراير. بطاطس في ناس بتشتكي ان هي ما بتبقاش محمرة قوي او ان هي بتدي شوية طعم المسلوق. هقول لكم على الطريقة الصح اللي تطلع لكم احلى بطاطس في الاير فراير. هنجيب البطاطس هنقشرها. في ناس انا جربت الطريقتين والطريقتين قريبين جدا من بعض. انت ممكن تغسلي البطاطس زي ما هي وبعد كده تقطعيها. ما بنقطعهاش صوابع تخين قوي، بنقطعها تقريبا متوسطة. لو انتوا بتحبوا اللي هي الرفيعة عادي ممكن تقطعوها رفيع، بس خلوا بالكم وانتوا بتقلبوها لانها ممكن تتكسر منكم. تمام. تاني حاجه، لا اما هنغسلها اول وهي سليمه كده، وبعد كده هنبدا نقطعها وخلاص مش هنغسلها تاني. هنحط عليها بس معلقتين زيت كبار ونقلبهم كويس جدا. مش هنحط ملح، مش هنحط اي اضافات، لان الحاجات دي كلها بتقلل شويه في السوا، بتطول فتره السوا بتاعتها. او الطريقه التانية ان احنا عادي هنقشرها ونقطعها ونغسلها عادي، بس هنحطها في مصفى شويه كده 5 دقايق او 7 دقايق ولا حاجه، لحد بس ما تتصفى شويه. بعد كده نحط عليها الزيت برده من غير اي اضافات زي ما قلت لكم، ونحطها في الاير فراير. بعد كده هنظبط درجه الحراره على 180. هي تقريبا بتاخد تلت ساعه، بس ممكن اخر 5 دقايق نزود درجه الحراره ل 200 عشان خاطر تتحمر معانا. لو حاسين ان هي لسه مش متحمره قوي ممكن نزود دقيقتين 3 تاني على درجه حراره برده 200. هتلاقوها وبنقلبها طبعا مرتين في النص، مره مثلا بعد 7 او 8 دقايق. كمان حاجه مهمه جدا ان احنا لازم نسخن الاير فراير قبل ما نحط البطاطس لمده مثلا 3 دقايق، نكون مسخنينها الاول. وبعد كده نحط البطاطس وان شاء الله تطلع معاكم ناجحه وجميله جدا. جربوها وقولوا لي رايكم.